السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. هنعمل مع بعض النهاردة الطعمية بطريقة جديدة برضو ومختلفة. هنعملها ميكس بين السوري والمصري. ازاي بين السوري والمصري؟ السوريين بيعملوها بالحمص، واحنا بنعملها بالفول، فانا هدمج النوعين مع بعض، وهتدينا في النهاية طعم حلو قوي ومختلف وحاجة جديدة. الطعمية دي هنعملها طبعا للفطار، للسحور كده بتاع رمضان، بنحب ناكل فيه طعمية. حلوة في اي وقت، حلوة في السندوتشات، حلوة في اي وقت تاكليها. زي ما انتوا عارفين الطعمية غالية الايام دي، او لازم كده برضو نوفر. انا بعمل لكم حاجات برضو اقتصادية تنفع في البيت، تطلعي وتعملي في اي وقت انت محتاجاها فيه. نعمل الطعمية، طريقتها كانت جميلة جدا وطعمها كان روعة. وهنعملها بنفس الخطوات اللي احنا بنعمل بيها الطعمية بتاعتنا العادية. معايا كده بقدونس، معايا انا ما حطيتش بقدونس كتير، حطيت يعني حاجة بسيطة، كام عود كده من البقدونس، بس كترت من الكزبرة. كزبرة معايا، حزمة، ومعايا بقدونس كده يعني بتاع ربع حزمة. معايا بصل اخضر، معايا بصلاية كاملة خضرة، ومعايا اللي هي العروق بتاعة البصل الاخضر، ومعايا توم، ومعايا بصلة مقطعة كده. دي كل مكونات الطعمية من الخضرة. اللي عايز يقلل خضرة عن كده، مش عايزها خضرة قوي، يقلل، يخلي نص الكمية بس. اللي حاببها خضرة قوي زي حالاتي يحط الكمية دي. بس في معلومة عايزة اقولها لكم، لما بتكون الطعمية خضرة قوي زيادة عن اللزوم، لما بتيجي تقليها بتبقى بتسود، لونها بيسود. فالافضل ان احنا نخفف شوية الخضرة. معايا فول كده، نص كيلو من الفول المدشوش. انا نقعاه من بالليل، ونقعاه بمية عادية جدا من الحنفية، ولا سخنة ولا دافية. ومعايا حمص، اللي هو حمص الشام بتاعنا ده، نقعاه برضو من بالليل مع الفول. تريو كده الاتنين، علشان طبعا انا عايزاهم يبقوا طري جدا علشان يمشوا معايا في الكبة وانا بفرمهم ويبقوا ناعمين. هفرم النهاردة في الكبة بتاعة الخلاط. هبدأ بقى انزل بالخضرة كده والبصل وكل المكونات اللي معايا ديت. لو الكبة بتاعتك كبيرة هتحطي المكونات دي كلها، لو صغيرة هتحطي ايه، حاجة حاجة كده عشان الكبة بتاعتك تمشي. شايفين عروق البصل؟ وطبعا حطيت كرات، نسيت اقول لكم ان في كرات اساس الطعمية طبعا. حطيت كرات وحطيت بصل وحطيت كل المكونات اللي معايا. انا قللت من البقدونس عشان انا مش حابة ان يبقى فيه بقدونس كتير في الطعمية. اساسا هي الكزبرة بتبقى اكتر حاجة في الطعمية. لو مش عايزة تحطي بقدونس خالص مش مهم. معايا كده بصلة بحالها بالراس بتاعتها بالعروق، بقطعها، غير العروق التانية بتاعة البصل. العروق دي بتدي طعم حلو قوي برضو للطعمية وجميلة جدا. والخضرة، بقية الخضرة هي هقطعها برضو واحطها، وهبدأ ان انا افرم بقى الايه المكونات دي مع بعضها الاول، علشان يعني اما اجي احط الفول تشتغل معايا على طول. هقفل بقى الكبة كده، وابدأ افرم واحدة واحدة. لو لقيته طبعا كتير على الكبة انا هقلل الكمية خالص. افرم واحدة واحدة لحد ما ينعم معايا كل الخضار ده. بفتح كده وانزل وابدأ اضربها تاني، ولسه الخضار معايا بينعم من تحت، بس من فوق بيفضل زي ما هو. ببدأ برضو اضرب تاني وارجع افتح الكبة وانزل الخضار لحد ما ايه، ما يتفرم معايا نهائي. هبدأ بقى انزل بالفول واحدة واحدة كده والكبة شغالة، انزل واحدة واحدة والكبة شغالة.
وعلى قد الكبة بتاعتي ما تاخد وتبقى ماشية معايا هفرم الفول. هلاقي الكمية مش ماشية معايا في الكبة، لازم ان انا اشيل نص الكمية اللي معايا عشان الكبة تشتغل وتنعملي الحاجة كويس قوي. ببدأ بقى احط شوية فول على شوية حمص، شوية فول على شوية حمص، وابدأ اضرب. انا هنا لقيت الكمية كبيرة جدا معايا، بدأت اجيب كده بولة وافضي كده نص الكمية. الكمية كانت كبيرة، الكبة بتاعتي كبيرة ايوه، بس كمية الحاجة كانت كبيرة، لما اتفرمت خلت الكبة ما تمشيش معايا خالص. هبدأ بقى ان انا اخد نص الكمية واركنها على جنب، افرمها مرة تاني مع بعضها. الكمية ديت اللي انا شلتها عشان افرمها مع بعضها. لازم ما اكبس كده الكبة بتاعتي عشان ما تبص مني، لازم ادي الحاجة راحتها وبراحها ان هي تتفرم وتتضرب كويس قوي، عشان السلاح بتاع الكبة يقدر يشتغل كويس ويفرم لي الحاجة كويس. نزلت بقى كده حوالين الكبة من الداخل، وهبدأ ان انا افرم واحدة واحدة، يعني اشغل شوية وقف شوية، اشغل شوية وقف شوية لحد ما اخلص كل الكمية. خلي بالك ما تضغطيش على الجهاز بتاعك، انك تفضلي كده مشغلاه يفرم في الحاجة لحد ما تخلص، لا كده اكبر غلط، كده هيأثر معاكي من عمر الجهاز ومش هيشتغل معاكي بكفاءة. فواحدة واحدة كده وريح الموتور شوية، الجهاز معاكي عمره هيطول وهيبقى كويس معاكي. هشغل بقى كده بالشكل ده. شايفين هي بدأت تلف معايا اهي والحاجة نعمت. ببدأ كل شوية كده ان انا اشيل الغطا وانزل اللي على الاطراف ده ينزل تحت، لان دوت طبعا بيبقى فوق ما بينعمش مع الحاجة اللي تحت. ابدأ انزله واضرب من تاني لحد ما ينعموا مع بعض. اشغل بقى كده والكمية اهي اللي اتفرمت، شايفين ناعمة ازاي وجميلة وخضرة حلوة قوي. انا مش هحط لها ولا بيكنج باودر ولا هحط اي نوع من اي حاجة دلوقتي خالص. البيكنج باودر طبعا انا مش هفرزها بيه، هحطه ساعة ما باجي اقلي الطعمية. بدأت حطيت الكمية التانية اهي وبفرم فيها. فرمت كل الكمية اللي معايا، طلعت كمية قد ايه؟ نص كيلو فول عمل لي كمية قد ايه؟ يعني لو تقعد معاكي الكمية ديت، يعني انا عملت منها 4 اكياس ما شاء الله. يعني كل كيس يأكل 5 افراد ما شاء الله. لو هتشتري الكيس من بره اللي زي ده، شوفي هتجيبيه بكام دلوقتي. طعمية دلوقتي وصلت جنيه وجنيه ونص، والطعميات الكبيرة المحشية وصلت 4 جنيه، يعني حاجة صعبة. شوف انت الكيس الواحد من دوت هيعمل لك قد ايه. هبدأ بقى كده اجيب الكياس بتاعتي وافرز فيها، وامسك الكيس كده ابططه واخرج منه الهواء واقفله. لو عندك علب ممكن تفرزي فيها. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والشير والاشتراك، ودعموني وعشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الكمية اللي طلعت جميلة جدا، جربوها حلوة قوي، اللي هي الميكس بين الحمص وبين الفول، يعني ميكس بين المصري والسوري، جميلة جدا، جربوها. وهاتوا الطعمية كده واعملوها في البيت وما تشتروهاش من بره تاني. شايفين ما شاء الله طلعوا 4 اكياس اهم بالشكل ده، واللون جميل وتحفة. طبعا الكيس يكفي 5 افراد او اكتر. ممكن كمان تضاعفي الكمية، لو هتأكلي انفار كتير تضاعفي كمية ببيضة على شوية توابل، على ممكن تحطي مع البيضة كده طماطمايه وتخرطي بصلايه صغيرة، بتضاعفي الكمية اكتر. كمان اقولك على تكاية تخلي الطعمية تبقى نافشة معاكي وهشة من جوه. طبعا لما بتيجي تطلعيها من الفريزر وتفك بتبقى كده مكتومة، هتجيبي المضرب السلك او المضرب الكهربائي وتضربيها شوية هتلاقيها نفشت معاكي وبقت زي الفل. ان عجبكم الفيديو
ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.